معلش لحظة، تنتظروني لحظة. تعرفوا شو هذا؟ قطع قماش بيضاء، مو هذا الكفن، هذا الذي سنخرج به من هذه الدنيا فقط. هذا الكل سيلبس هذا الكفن، قطعة قماش. انظروا إليه، لا جيب فيه، ما فيه جيب حتى تحط فيه أموال وذهب أبدا، ولا مفات، كله راح تتركه وراك. والله يا أخوان الأمر سريع جدا. سنخرج من هذه الدنيا بقطعة القماش هذه إلى ذلك المستقبل. يعني كل شيء راح نتركه ورانا، الزوجة، الأولاد، البيوت، رصيدك البنكي، كله مباشر أبدا بدون إذن ستتركه خلفك. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. شلون تنزل بطن أمك بيحطوا لك هاللفلافة هي، وكمان لما تنزل ببطن الأرض راح يحطوا لك هاللفلافة هي. ولكن ستجد يوم القيامة ما أرسلته إلى هناك من الآن، اللي عم ترسله هلأ: الصلاة، الصيام، الصدقة، طاعة الله عز وجل، بر الوالدين، صلة هذا كله ستجده أمامك في القبر. يوم الحشر في أرض المحشر تأتي الصدقة فتظلل صاحبها اللي انت كنت عم تصدق فيهم، تجي هيك مثل غمامة وبتظللك في أرض المحشر، وتأخذ بيدك إلى جنة الله تبارك وتعالى. وهكذا نعم نضرب لك مثال. الأمر سريع يا أخوان، لذلك نعلق قلوبنا بالآخرة. شفتوا أكثر من 50,000 الآن عدد الوفيات، بشو؟ بليلة واحدة، وهم نيام، وكل واحد منهم كان عنده أمنيات وطموحات وتخطيط للمستقبل. مباشر، أمر سريع جدا. أيها الشباب، يا شباب، عم نشوف غفلة، وربي عم نشوف غفلة. إيه بدنا نصحى. هذا الذي ينتظرنا عباد الله. كم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. كم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. كم من فتى يصبح ويمسي ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. كم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. يا غافلا عما خلقت له انتبه، جد الرحيل ولست باليقظان. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خواتيمنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.